يقرأ بكل دوكت إيتون البوث تبقياثا بعواذة وخعم ابني عمن ببورصة دعيذة مولادة تمارا وباروقا يشمشيخا شوخ الشمة ورمرامة العراقي الحبيب. نحن الآن في ضيافة أسرة الدكتور سعد والزميلة الإعلامية أسيل الطائي في منزلهم. نرحب بهم في قناة العراقية السريانية اللي هي ضمن مديرية الإعلام الوطني في شبكة الإعلام العراقي، وبنفس الوقت نتقدم لحضراتهم بكل الشكر والامتنان على استضافتهم لنا هذه الاستضافة الطيبة الكريمة في منزلهم اللي راح تشوفون كيف هو مزين بزينة أعياد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد. أهلا وسهلا بجنابكم. كل الهلا، نورت أستاذ زميلتنا العزيزة السيد أسيل والأستاذ الدكتور حياك الله سعد. أستاذ. يعني نرحب بكم في القناة ثم نشكركم على استضافتكم. ونرحب بكم أنتم أكيد شرفتونا إن شاء ببيت، الله. نورتوا البيت كادر العراقية السريانية، وفرصة طيبة أنه اليوم نحكي بهالأيام الحلوة الجميلة المباركة اللي كلها مليانة أعياد وفرحة وتفاؤل يا رب على كل العراق والعراقيين وعلى كل العالم أجمعين. كل إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله. تسلمون، شكرا جزيلا. دكتور سعد، تعريف بسيط لمشاهدينا الكرام. جنابك أعتقد طبيب حياكم الله، أهلا وسهلا، نورتونا أولا وأخيرا، وكل عام وأنتم بخير أجمعين إن شاء الله. طبيب أسنان من نعم. مدينة الموصل وخريج، ويعني وحاليا قادتنا الرحلة إلى أربيل. نتشرف بحضرتك. الزميلة العزيزة ست أسيل الطائي، فديك تعريف قصير للجمهور بحضرتك. والله أنا انعرفت كإعلامية مختصة بعلم النفس، لأن أنا تخصصي علم نفس. معظم برامجي سواء الإذاعية أو التلفزيونية هي تعنى بالمرأة والطفل وأمور مجتمعنا، وبالإضافة لأنه أنا إلي شوية يعني خبرة نوعا ما طويلة بعالم البشرة، فأيضا كثير ناس بدها تعرف وتتابعني أنه أنا خبيرة بأمور معالجة البشرة. فبين الإعلام وبين الجمال البشرة وبين جمال النفس، بما أنه علم نفسي، تلاقون بالأخير. أكيد. أكون أني أسيل الطائي. إن شاء الله التوفيق والنجاح كل هذه المجالات الجنابك والدكتور سعد. احنا كشعب عراقي طبعا بكل مكوناته الأصيلة والجميلة، هو شعب واحد، نقول فسيفساء جميلة، أكيد. نسيج جميل. ما نحب يعني نتطرق إلى تفاصيل، لكن للتعريف نقول أنه أسرة أو عائلة عربية مسلمة من أبناء شعبنا العراقي، وهذه الزينة الجميلة الكبيرة لمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد. لا، هاي أقل شيء. هذه أقل شيء. هاي أقل شيء هالسنة، أقل شيء ما شاء الله فعليا. إيه. أحب أسأل كيف تستقبلون هذه المناسبة عيد الميلاد والعام الجديد؟ كيف تنظرون لها وإلى دلالاتها؟ شوف، هو بشكل عام يعني أنا بالنسبة إلي أعتبر أنه هذا العيد من أكثر الأعياد اللي أنا أفرح به. هذا تقليد أو طقس من إحنا أطفال، يمكن لأنه باتحاد فرحة بكل العالم، يمكن لأنه هالشكل تحس أنه كل شيء بالحياة يتلون يتزين هنا وبأوروبا وبالشرق، بأي مكان الكل متحد على أنه هاي أيام فرحة، ومو يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، أنت تقضي لك أكثر من شهر دا تنتظر على التنازل إلى أن يجي يوم الميلاد، وبعدها إلى أن يجي يوم عيد رأس السنة. فبالنسبة إلي من باب أنه أمل وحب وخير وتفاؤل وتحس عيد يوحد الكل جديات. يعني أنا أكره هاي الناس اللي تحكي بنفس أنه هذا عيد ما يخصنا أو هذا العيد مو هذا المكون الفلاني، ماكو هذا هيك المكون شيء.
منطقيا أنا يعني قبل فترة كنت دا أتناقش مع بعض الأشخاص، أنت منطقيا مثلا أنت هسه يسألوك اليوم ايش قد بالشهر، فأنت ترد بالتاريخ الميلادي، التقويم الميلادي، هويتك مكتوب بها ميلادك بالميلادي، تستلم راتبك بالميلادي، حياتك يعني هو الشائع تفاصيل تقريباً يومك في أنت كل بالميلادي. العالم. ما أضمه، وكل الناس اللي تتابعني تعرف أنه أني كل سنة أقلبها للدنيا. الناحية الثانية أنه العيد يعنيني لأن أنا أحب شخص السيد المسيح، أنا إنسانة تحب المكون المسيحي وتحب السيد المسيح ومتعلقة جدا بالعذراء عليهم أفضل السلام، أحبهم بشكل غير طبيعي لدرجة أنه أقرأ عنهم ومعجبة بشخصيتهم. يعني أنت من حقك تعجب بشخصية مرات تاريخية، فما بالك شخصية دينية صاحبة رسالة، شخص كل ما يذكر عنه خير وطيب وحب وأمن وسلام، صح؟ فعلا تمام. وأزيدك علم أنه أني يعني هذا الحب إجا من الطفولة. أني أمي ناذرتني أو طلبتني نذر من مريم العذراء. كان في وقت الله يرحمه أبويا مصاب بمرض صعب جدا أنه تصير بعد حامل. فصديقتها، وهذا الحكي بالموصل، صديقتها الروح بالروح وجارتها قالت لها دمشي دا وديك على الكنيسة تعلقين شمعة وتطلبين بلكي تصير لك بنية، لأن كانت عندي أخت وحدة ومرت سنوات وماكو. وبالفعل فكان يعني راحت، وفي نفس سبحان الله صار موضوع أنه أنا صرت حامل بي يا ماما. كانوا وش يقولوا لها طول فترة الحمل هي هم مريضة، كانوا يقولوا لها راح تجيك بنية مشوهة لأن مريضة، روحي نزليها أحسن. أمي لهسه تتذكر قايلة لهم أنا طلبتها من العذراء نعم. وقلت لها أريدها تيجي حلوة وبوجهها نور. شوف الأم الحمد أمي لله والشكر، والحمد لله يعني. فمن ما شاء الله. اجيت لحد ما صرت بالمتوسطة أنا لابسة صورة مريم العذراء. دخلوني في وقتها في بغداد مدرسة هسه اسمها الابتكار، كان اسمها الراهبات. مدرسة الراهبات معروفة. الراهبات اللي بشارع فلسطين. فدرست الابتدائية كلها بالراهبات، وصدق خلصت ابتدائية واني ما اعرف انه اكو فرق بين مسلم ومسيحي. فعلا شيء جميل وتفكير جميل جدا. درس الانجيل من يصيروا ترتيل وكذا يسالونه منو يحب يطلع برا، اني هني ما قايلين لي اطلعي، ما طلعين ليش طلعين؟ ابقى ارتل وابقى اقرا وكذا وهكذا يعني. فما حسيت انه كان اكو فرق. اكيد. واعتقد الطفوله لها اثر كبير بتكوينك الفكري عن الاديان. فعلا. يعني هذه زميلتنا العزيزه ست اسيل خلفيه تربويه وفكريه جميله جدا بهذه الصيغه. هيك كان العراق. وحتى بالنسبه للسيده مريم العذراء لها مكانتها الكبيره في المسيحيه في كوالده السيد المسيح طبعاً. وكذلك في الدين الاسلامي الحنيف اكو صوره خاصه باسمها في القران الكريم، صوره مريم. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الى اخر الايه الكريمه. كلام جميل وفكر جميل وتصور جميل في هذا المجال. أنا أنتقل إلى الدكتور سعد إذا سمحتي لي ست. كيف تنظر إلى مناسبة عيد ميلاد السيد المسيح له المجد أو العام الجديد؟ يعني ما هو مفهومك لهذه المناسبة؟ إلى ماذا ترمز؟ والله هي يعني رمز البدايات الجديدة، رمز الرغبة بالتغيير، ممكن رمز إعادة الحسابات والتصفية والكذا. السيد المسيح عليه السلام هو شخصية يمكن ما مختصة بديانة معينة، شخصية للإنسانية كلها ولكل الأديان، فحبه وقداسته موجودة عند الجميع. احنا كمدينة الموصل ذكريات الطفولة يعني ذكريات مشتركة. الموصل مدينة تعايش جميل ومن كل الأطياف بها، فتعلمنا على هالشيء هذا.
انه نحتفل بعيد الميلاد ونحتفل براس السنه ونتبادل الهدايا ونعتبرها بشاره خير وبشاره صفحه جديده وخطوه جديده خلينا نقول في الحياه. فصار يعني التقليد خلاص هذا موجود، والحمد لله زوجتي اجت يعني مثلي وبعد نفسي اكثر. وبعد اكثر. إيه. فمبسوطين بهالطقس، يعني نتهيأ له نفسيا من بدايه السنه الى نهايه، احنا نهيئ حتى نستمتع بهاي اللحظات. بيصير عامر ان شاء الله. وعلى فكره يعني طيب احنا طبعاً. نزور الكنائس جدا شيء عادي، جميل اكيد. نزور ونعلق شموع، ومرات عندي بعض الاصدقاء من الفنانين والكذا، فمن يجون يقولوا لي اسيل ودينا عافيه الكنيسه نشوف ايش تصورين وتنزلين. طقس روحاني حلو يعني، شيء يعني كلها بيوت الله، ترى ماكو فعلاً. اي فرق. فعلا. اقول لهم كلها حتى دور عباده. حتى يعني الناس اللي تفكر انه اكو اختلاف، قبل ما تحكم اسمع واقرا قبل ما تحكم على اي شيء. يعني ترى اقول لهم يعني الوصايا العشر ما تفرق كثير عن كل ما ذكر بالقرآن، هي نفس هو دين أخلاق. الاصل واحد. طبعا يعني انت بدك تحكي عن اشياء احنا نتحد بيها، ما حد يقول لك مثلا انه كنا لا تكذب لا تزني لا تسرق، لا، ما هي هاي نفسها ملخص. اضافه الى هذه، السيد المسيح في رسالته عمل على خلينا نقول جمع كل هذه الوصايا في وصيتين عظمتين نقول عليها تتعلق بالمحبه. طبعا. انه تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قوتك، وتحب قريبك كنفسك. والقريب لا يقصد به فقط قريب الجسد، أي صح. شخص آخر محتاج. فإذا الإيمان هو أصلا ينطلق أو يبنى على المحبة. بالضبط. كل عمل إحنا إذا قمنا به كان منطلق من المحبة فهو أكيد شيء جميل ورائع. طبعا صح. من أبرز 3 مفاهيم في ولادة السيد المسيح أنه أولا تمجيد الله سبحانه وتعالى، اسم الله تمجد، وثانيا السلام، وثالثا المسرة والرجاء الصالح. بحيث أكو آية في الإنجيل المقدس في ولادة السيد المسيح الملائكة رتلت المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة أو الرجاء الصالح. لأنه الله سبحانه وتعالى عندما أرسل كلمته السيد المسيح فتمجد اسمه، لأن هذا الشخص راح يقود رسالة راح يدعو بها العالم للخلاص، وكذلك كانت دعوة للسلام، وصار عند البشر أمل رجاء الخلاص من الخطيئة إلى حياة صح. أبدية. دا أشوف منزل حضراتكم، هذا المنزل العامر إن شاء الله مزين بزينة يعني أكاد لا أشوفه حتى في بيوت خلينا نقول كثير من عوائلنا كمسيحيين، لأنه ما شاء الله يعني غرفة الضيوف وحتى المطبخ راح تطلع أكيد لقطات الزملاء المصورين والمخرج ماخذها، وحتى الممرات كلها مليئة بالزينة. وهم أقول لك هاي أقل سنة. أيضا لقطات راح ناخذ أكيد. هاي أقل سنة يعني هالسنة شوية كنت مشغولة أكثر، بس اللي يتابعني على السوشيال ميديا يعرف إنه أنا أكثر من هيك. ما شاء الله شجرة الميلاد عامرة بالزينة. لذلك خلينا نتحدث عنها شوية. ماذا تعرفين عن شجرة الميلاد؟ ما هو مفهوم حضرتك لشجرة الميلاد؟ شوف، كأول دولة بالعالم خلت شجرة ميلاد أو سوت شجرة ميلاد هي ألمانيا. ظهرت في ألمانيا. في ألمانيا، واعتقد بعدها يمكن أمريكا، مع أنه أمريكا تقول إحنا الأول، بس إحنا نعرف أنه تاريخ ألمانيا أقدم بكثير من تاريخ أمريكا. حتى الرموز اللي موجودة على الشجرة كانت اللي أعرفه أنا أنه بدأت في البدايات مثل كرز أو تفاح أو هيك أمور، لأن لها علاقة أكيد بالوقت. همينة الشجرة هي نفسها من الشجرات المعمرة، أكيد هي شجرة الصنوبر. شجرة الصنوبر، وهي شجرة يعني من الأشجار اللي تعيش صيف شتاء. صح. حتى من تقطعها تبقى عايشة لأشهر قد ما روحها قوية، فهي فعلا. شجرة كلها عطاء. بعدها صارت عادينا الأشرطة الملونة، بعدها صارت استبدلت التفاح والكرز بالطوبات، وبعدين جت طبعا والنجمة أهم رمز اللي بالشجرة. لا تكمل شجرة بدون نجمة إلها. النجمة رموز دينية. حتى قبل فترة كنت دا أقرأ مقالة لبعض الألعاب اللي شوهت المعنى خلينا نقول الحقيقي للشجرة، بس أعتقد هي تجي من التطور. يعني صار دبدوب أحمر، صار ما أعرف شنو، يقول لك لا يعني هي أكو رموز. يعني مثلا هو الدبدوب الأحمر مرتبط بعيد الحب الفالنتاين، هو يعني بعيد فيما بعيد، وإن كان الحب هو الأساس لا بأس،
لكن شجرة الميلاد فيها رموز أخرى، طبعاً. فيها زينة أخرى، هي في غالبيتها تتعلق بأجواء ولادة طبعاً. السيد المسيح طبعاً. وبمعاني ولادة اللي السيد هي المسيح. الملاك، اللي هي بالضبط. عندنا كان يعني حسب هذا التوقيت أنه الشتاء، وبالتالي طبعاً. بالتأكيد أكو ثلج، اكو فنلقي ثلج، قطن. صح. إيه. قطن، اكو ثلج. لاحقا تبلورت شخصيه بابا نويل، توزيع الهدايا في هذه المناسبه، هي سانتا فممكن كلوز، نلقي صح. بابا نويل صغير. يعني لها علاقه هذه الرموز بالميلاد طبعاً. تحديدا. ترى صدق، حتى تفضل. حتى شخصيه بابا نويل او سانتا كلوز هي شخصيه دينيه. يعني اكيد. هو رجل، احنا اللي نعرفه انه هو كان راهب محب للخير ويحب يفرح الاطفال، فيجيب لهم هدايا ويحاول انه يسعدهم. فحتى هذه هي نابعه من الحب، من الخير، من أكيد انك انت طبعاً. ما تملك شيء لكن تروح تحاول تفرح تفرح طفل الآخرين، تجبر بالاخرين، خواطرهم. أكيد. تلبسهم لبس جديد. اللون الاحمر يمكن من اكثر الالوان اللي هي لازم تكون انا احسها موجوده بالشجره، مع انه هسه صار اكو موضه الطوبات سوداء وخضراء وصفراء، بس الحمراء لها علاقه بالكرز، بالمحبه بالفاكهه وهيك نعم. شيء. صحيح. فاعتقد اني يعني هاي السنه مقصره حقيقه. يعني كل هذا ما شاء قصرة، الله، إيه. الله يزيد ويبارك، ومقصره بعد. أيوة. اذا كنت مزينه البيت مثل كل مره، جزء كنا نجد صعوبه في التحرك داخل. اي بالضبط. اني ونصب يعني الكاميرات والاضاءه جدا اي تفاصيل كلش قويه يعني ما شاء كنت الله. اخليه. بس هالسنه فعليا اني مشغوله، واني يمكن قبل البيوت المسيحيه ازين. يعني ابي يقولوا لي يا بدي خلي يصير 15 بالشهر مثلا، 15 11 مثلا، اول ما يدخل لي 11 ابدا، اول ما يدخل، لان هي ياخذ الأجواء مني فعلا الاجواء اريد تبدي من افرح شهر من 11. وقت، اريد صح. قبل اشوف البيت هيك يزهي واضويه وفرحه. واحنا طافين طبعا، عندنا هنا ميوزك همينه، تقدرون تشغلوه بهاي شو اسمه، يبقى يستمر بالبيت يعزف اغاني. جميل. وانت بتشوف الطقس من اني ازين الشجره، احب اسمع تراتيل طول ما اني ازينها. حلو. تبقى لثلاث اربع ايام العمليه التزيين، يعني متعبه. اكيد. اي فاشغل اكثر شيء التراتيل بصوت فيروز بما اني اعشقها. ما شاء الله. فابقى صوت جارة القمر. طبعا فيروز. جارة القمر. فابقى طول ما اني ازين اسمع يا فيروز يا ماجدة الرومي، اثنينهم اعشقهم باصواتهم بالتراتيل. احس انه لا يعني ما يصير الموضوع كامل الا اسمع هاي الاشياء. شيء جميل فعلا. طيب انتقل للدكتور العزيز دكتور سعد، اذا تحب تقدم تهنئه بهذه المناسبه، هي يعني مناسبتين مترابطه مع أكيد. بعضها، انه عيد الميلاد المجيد وراس السنه او العام الجديد، لكن لكل وحده خصوصيه معينه تنجمع مع بعضها لانها في فتره متقاربه. بالتأكيد راح تكون تهنئة عامة، لكن ضمنها إذا حبيت أيضا تخصيص بها يا ريت نسمع من حضرتك. والله أولا يعني بهاي المناسبة الجميلة اللي هي عيد الميلاد ورأس السنة، أهني عائلتي أولا، وأهنيكم أنتم أيضا عائلتنا وضيوفنا. شكرا جزيلا. الجيران، الأهل، الأحبة، الأصدقاء بكل مكان بالعراق بالذات تحديدا، ويعني باقي الدول، إنه نقول إنه هاي عيد سلام، عيد فرح، عيد محبة. خلونا نفرح، خلونا نحب بعض، خلونا ننسى بعض الأشياء القديمة، خلينا نقول هاي مناسبة لطي بعض الصفحات القديمة. فإن شاء الله يا رب المحبة والسلام للجميع، وإن شاء الله الأمن والأمان لنا ولعوائلنا ولأهلنا ولأحبابنا في العراق وفي كل الدول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله لجميع الأحبة. على الصعيد الشخصي دكتور، عندك أمنية للعام الجديد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عندما أقصد يعني من دا أقول على الصعيد الشخصي، يعني ما أقصد فد شيء خاص إنه ما ينحكي بالعموميات، لكن مثلا يعني بالعمل على صعيد الأسرة. والله كلنا عندنا طموحات إنه يعني يتطور عملنا، وإنه خلينا نقول نمشي خطوات إلى الأمام. لكن يمكن أمنيتي الخاصة الوحيدة إنه الله يحفظ لي أسرتي ويحفظ لي زوجتي الجميلة. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. هاي الأمنية الأقصى عندي، والباقي تحصيل حاصل. إن شاء الله. الله يحفظ هذه الأسرة الطيبة الكريمة ويباركها وينعم عليها بكل خير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. زميلتنا العزيزة ست أسيل، أكيد في نهاية هذا اللقاء اللي بعدنا ما وصلنا له راح تهنئين المشاهدين الكرام، لكن أنا أطلب من حضرتك، يعني طلبت من دكتور سعد تهنئة، أطلب من حضرتك رسالة أو دعوة توجهيها إلى المشاهدين
بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، رسالة أو دعوة؟ حتى لو كانت ما متعلقة بعيد الميلاد؟ بشكل عام لا بأس. طيب، يمكن أكثر شغلة أني هواية أتحدث بيها والناس تعرف عني هذا الموضوع، هو أنه الإنسانية مو بس أنك تتعامل إنسانيا مع البشر، ترى الإنسانية تتعامل حتى مع النبات، تتعامل مع الحيوان. إحنا كشعب كلش هواية عندنا جهل بموضوع التعاطي أو التعامل مع الأسف مع الحيوانات السائبة بالشارع. يعز علي من أشوف هذا المنظر، من تسافر غير بلد، مثلا تروح على تركيا تلقاهم الكل مهتم، الكل ينطي أكل، الكل يعامل بحب، بالبرد بالشتاء يفتحوا لهم باب البيت، ينيموهم بالمولات. إحنا هذا الموضوع نفتقر له، رغم انه هسه بدات يعني اكو فد بادره كلش حلوه صارت بحكومه اقليم كردستان، سووا بيوت صغيره ببارك سامي عبد الرحمن وشيء كلش مفرح. بس انا اقصد الناس البشر. يمكن ما اعرف اذا طالع عندكم لاكي بالكادر او لا، مثلا انا لاحظت يعني عذرا للمقاطعه بزوني اسود فحم. انا لاحظت اذا يطلع بالصوره قط اسود، وهناك ايضا كان هناك كلب زينه صغير. طبعا واكو بعض لاحظت اهتمام جنابكم بهذه الحيوانات الاليفه. نعم كمل. فاكو هواي ناس مثلا هاي شو اسود، ما تخافين ما تتشائمين. يعني بصراحه اكو معتقدات افكار خاطئه هذه اكيد، خاطئه وناتجه عن الجهل، مثل ما ناتج مرات تحكم على بعض الاديان من جهلك وليس من علمك، لانه لو تكون متعلم راح تعرف انه ماكو فوارق. فانت قلت لي امنيتي او رسالتي انه من نتعامل بالانسانيه، مو لازم قدام شخص ويشوفني، ترى الله سبحانه وتعالى موجود. يعني أنا مو لازم أسوي عمل خير أو أساعد ولازم الناس تشوفني حتى تعرف هذا الشيء. أنا من أسوي شيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى أجره وثوابه راح يوصل. على الصعيد الشخصي أكيد كنا نتمنى قبل ما نوصل على الصعيد الشخصي، إذا تسمحي لي أحب أعقب على هذه التفصيلة، وإن كانت مثل ما تفضلتي جنابك أنه مو بالضرورة مرتبطة بالمناسبة، لكن أيضا ما هي حب أحيي حضرتك كإعلامية وظفتي هذه الفرصة حتى تقدمين فد رسالة حلوة جميلة تقول أنه عمل الخير والرأفة والمساعدة هي دائما مطلوبة، وهي نابعة من المحبة، وبالتالي أيضا تدخل والرحمة، عديد من المفاهيم طبعاً. الإيمانية. بالضبط، بارك الله بحضرتك ست. طيب الآن إذا تحبين تهنئة للمشاهدين، تهنئة لأعزاء بالخصوص أو بشكل عام. للجميع أكيد نتمنى عيد ميلاد مجيد ينعاد على الجميع يا رب بالخير والحب والأمن والأمان والسلام. نهنئ أنفسنا قبل الكل، لأنه إحنا من أكثر الناس اللي تفرح وتعيد. هي أيضا دعوة للكل. طبعا إحنا بدنا نحكي مو لأنه أنا مسلمة ودا أوجه كلام للمسلمين، لا، هي لكل الأديان، لكل الأشخاص. أتمنى انه يعني نبطل نحكي بموضوع هذا عيدك وهذا عيدي. طبعا. افرح العيد جارك. بالضبط. افرح العيد. انا افرح كل الاعياد، يعني صحيح. اي احد يعيد افرح وياه. الصابئي عنده اصدقاء واتشرف بهم وعيد وياهم وافرح وياهم. المسيحي عنده اصدقاء ومتربيه وياهم ونروح بالروح. كل الاعياد انا احب يعني افرح بيها، طالما هو عيد اذا هو دعوه للخير، للحب، للفرحه. احنا العراقيين امس الحاجه لأنه نصير قلب على قلب ونفرح. شفنا مآسي كثير، ولسنوات كثيرة بعض الأشخاص اللي كانوا يحاولون يخربون العراق باسم الطائفية خلونا نخسر كثير من بلدنا ومن عقول ومن شباب ومن علماء ومن كل الأمور اللي هي صعب أنه تنبني بسهولة. فأتصور لازم ناخذ درس حتى اللي دا يصير حاليا في العالم. هو كله لو نبطل نحكي بهاي التفاصيل وأعاملك إنك إنسان، لأمورنا تصير بخير. وأذكر لك شغلة، الشيء بالشيء يذكر. كنت ساكنة بمنطقة 108، ويمكن هسه جيراننا اللي حيسمعون راح يتذكرون هاي الشغلة. جاري الله يرحمه عمو أبو نضال، عمو أبو نضال الله يرحمه، يمكن كان من أهل برطلة أو قرقوش. المهم
فهو كان يعني أنا كنت ساكنة جديد، فهو ما يعرفني ويستحي يختلط بي، فيشوفني انه اطلع برا انطي الم اكل وكذا او اجيب من المطاعم ويجون الكلاب مالت الشارع يم الباب انطيهم اكل، وانا عندي هم بالبيت بس هذولا يعني مالت الشارع. فمره مرتين ثلاثه صار يسوي مثلي. فاليوم من الايام الله يرحمه يعني كلش خوش انسان، الله يذكر ولده بالخير ان شاء الله. إن شاء الله. فقال لي بنتي انا اريد اسالك سؤال، بس اريد اعرف الدين اللي انت تنتمي له شنو بحيث مطلع منك انسانه رحيمه بهاي. قال عندي فضول اعرف. الحمد لله قال لي اني اول مره قلت مسيحيه، بعدين شفتك ما معلقه الصليب بعيد الصليب، بعدين قمت اعلقه يعني من قال لي قمت اعلقه يعني. فقلت له ليش عمو؟ قال لي لانه علمتيني انا كنت اطردهم، هسه قمت مثلك افكر اضم اللي يبقى من الدجاج والما ادري شنو واطلع برا، بس اريد اعرف انت من يا دين. فالمقصد كلامي راويني تصرفك بالضبط واخلاقك وبعدين اني راح احب دينك بالضبط بسبب تصرفاتك واخلاقك، لان كل الاديان هي عباره عن اخلاق. بالضبط. فهذا المقصد يعني انه بدل ما اتباهى اني بمنو اني ومنين وكذا وهاي، خلي الناس هي تعرف هذا. يعني كل هذه المفاهيم الحلوة ابتداء من تمجيد الله إلى الرحمة، السلام، المسرة، الرجاء الصالح، هي اللي تبلور قاموا بجهود جبارة إن شاء الله يا رب، نتمنى لكم التوفيق والسعادة بكل حياتكم يا رب. ممنون جدا دكتور. أنا باسمي شخصيا وباسم زملائي الكادر وأيضا أقدر أتحدث باسم إدارة القناة وكل كوادرها، يعني أهني جنابكم بهذه المناسبة. أهني جنابكم تهنئتين أو تهنئة مكررة. التهنئة الأولى عامة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، إن شاء الله يكون عام فرح وخير وسعادة للجميع. والتهنئة الثانية على هذه الروح الطيبة وهذا النفس الجميل وهذا النموذج الرائع اللي تقدموه كعائلة عربية مسلمة وماكو فرق بيناتنا إن شاء الله، كل احنا أبناء شعب واحد، أكيد. كل احنا أبناء إيمان من أصل واحد. وهذا الاحتفال الجميل اللي مسويه في بيت حضراتكم بيت العامر إن شاء الله، الله يديم ويبارك. شكرا تسلم. كل الخير وكل البركة في هذا البيت الجميل. ولأنه زميلتي حضرتك أيضا إعلامية، أترك الختام هذا اللقاء لجنابك، تفضلي. والله شرف لي أنه تترك لي الختام. احنا نتشرف بكم مرة ثانية. مشاهدينا يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة والأمن والأمان، تحقيق الأمنيات يا رب للجميع. من كل قلبي أتمنى أنه بالفعل مثل ما أنا قلت قبل شوية أنه الكل يفرح بهذا العيد. لا تبخلون على نفسكم بالفرحة، لا تبخلون أنه تزينون بيوتكم. هذا العيد يعني الكثير. هذا العيد من أكثر الأعياد اللي يفترض أنه تربون أطفالكم على أنه هذا العيد عبارة عن فرحة. اليوم أني أذكر طفولتي من أني صغيرة، أنه إحنا أهلنا من إحنا وأطفال كانوا يخلون شجرة، إحنا من أطفال يجيبون لنا هدية ويقولون لنا هاي يا بابا نويل جاب لكم إياها، تشجيعا حتى نكون شطار أو نصير مطيعين أو نسمع الكلام. من إحنا وأطفال
كانت العائلة كلها تلتم ببيت واحد اللي هي بيت مثلا البيبية، أو شوف منه من البيوت الخالة الكبيرة، والكل يجيب طبخة من عنده ويفرح ويتفائل. فأتمنى من كل العراقيين من كل المكونات الدينية انه تفرح، انه تعيد، انه تكون قلب على قلب، انه نفهم معنى هذا العيد، عيد الميلاد المجيد، سواء كان المفهوم ديني او حتى معنوي. انا اعتقد، ومو اعتقد، هو اكيد، انه شخصية السيد المسيح بميلاده شخصية كبيرة تستحق انه نفرح، وتستحق انه نمجد ميلاده المجيد، وتستحق انه نقول احنا فرحانين بميلاد هذا الكائن اللي كان شعار من ضربك على خدك الايمن فدر له خدك الايسر. اذا هو يدعو للحب وللسلام والمغفرة والتسامح. كل هذه المفاهيم ربوا ابنائكم عليها، حتى نتامل الجيل القادم من العراق يكون احلى وافضل، يكون عراقنا اجمل يا رب. ان شاء الله ان شاء الله وامين. امين امين يا رب. اذا عيد ميلاد مجيد لحضرتكم، عام ميلادي جديد يكون سعيد مزدان بالفرح والسرور والصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله يا رب. وكل الهلا بكم كادر العراقيه وشبابنا اللي خلف الكواليس، نورتوا. الله يخليك، النور نوركم. تشبختا لالا بمرومه وعلى الأرعش لاما وصورتا ولونيناشا عيدد مولادة مارن وباروقاني شمشيخا شو خل شمها ويبريخل كلوخن شيتا مرنيثا خثتا تريلبي واسري وخمشا ويبرختا وشيتت شلاما وطوتا وبركاثا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح والمسرة لبني البشر. عيد ميلاد السيد المسيح له المجد مبارك على حضراتكم جميعا، والعام الميلادي الجديد 2025 يكون إن شاء الله عام خير ومحبة وسرور وسلام، وكل عام وأنتم